وهذا الغناية متاعنا قاعد يسخن. وقالت لي كيفاش نعمل، قلت لها راني لينا سألتها، قلت لها نمسها بالمية ولا ممساش، قال لي انا سيست مع روحي وما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذو مخبزات اللي طيبتهم المرة فاتت، او الكسرات اللي سألتوني عليهم واللي طيبتهم في الغناي، واليوم باش نحضرهم معاكم باسمدية فقط، مانيش باش نزيد فرينة، ويجوا خفاف ان شاء الله وطريين، ونودكم مشاهيكم وحويجة مشتية فيها شر الفضيل، وحتى في سائر الايام العادية. تابعوا معي الريسات وباذن الله باش ننجح معاكم. كيلو سميدية باش نغربلها، كان ثم حويجة تتنحى شوائب ولا أي حاجة، سينو باش تجينا الخبزة خفيفة ومهوية. على كيلو سميدية باش ناخذ ساشيتين خميرة خبز، وممكن تسألوني على الساشيتين من الساشي، السميدية ديما أثقل من الفرينة، حبيت على ساشيتين باش تجينا خفيفة وفي نفس الوقت زادة تطلع فيسع فيسع. خذيت عليهم غرفة سكر كبيرة معبية، وباش ناخذ معاهم مغرفة صغيرة مليانة، سينو نص مغرفة متوسطة ملح. كيس متاع التاي، الكيس العادي مش الكيس الطرابلسي، نقولوا احنا الكيس العادي اللي بالعروة تاي، موش معبي. ونصبوا الماء السخون كمية باهية، مش سخون دافي، ونخلطوا تجينا عجينة خفيفة. السميدية راهي في الأول تشرب الماء خاطر ماهيش كيما الفرينة، ومهم نحصيله تكون خفيفة في الأول، ومن بعد نعجنه بشوية بشوية حتى تتلم معانا وتشد روحها ونتحصلوا على عجينة متماسكة. كان لاحظتوا في الأول العجينة جارية شوي أو طرية برشا، وبالتحريك نحركه بشوية بشوية حتى الولد كما قاعدين تشوفوا شادة روحها متماسكة. شربت كمية السوائل واخذت كفايتها، وتحصلنا على الملمس المطلوب اللي هو معناتها عجينة طرية ليس، ما فيهاش معناتها السميدية محرشية مش كما الفرينة. الحصيلو تحصلنا على عجينة طرية خفيفة، واللي يحب يزيدها فاح الخبز يزيد، بالعكس يزيد يفوحها. وما بين الملاحظات واحنا نتكلموا على الخبز، الخميرة الماء يلزم يكون دافي باش الخميرة تطلع، سينو لكن حطيتو ماء سخون حتى شوية بزايد راهي الخميرة تموت. والسر في أي معجنات معناتها باش تنجح معاكم يلزم الماء أو الحليب يكون دافي، معناتها جيستك يسخن شوية، ما يوصلش لدرجة السخونية برشا. معناتها كي تحطي صبعك السوائل كان حليب ولا ماء يكون مقبول، معناتها درجة اللي يتحمله الصبع متاعك، سينو راهي الخميرة تموت، الخبزة ما تطلعش، أو أي عجينة كان بيتزا كان سوفلي كان اللي هو المهم في أي عجينة تعملوها ديما حاولوا إنكم معناتها الديجري تاع السوائل تكون دافية مش سخونة. هذه أكثر عامل في نجاح العجائن بتاعكم، مع إنك تعجنها بالباهي باش تحصل على نتيجة أفضل. بعد ما عجنتها وعطيتها حقها في العجنان، وتنجموا تستعملوا بتران، أني بالذمة ما حبيش نستعمل بتران، نحب نعجن بيدي. حطيت لها شوية زيت على الوجه باش ما تعملش هيك الكوش اليابسة، وغطيتهم بالش اسمه هذاك اللي فري وحويجة المهم بلاستيك بالفوق وش اسمه يا ربي، وتحطوا عليها منديلة وتخلوها تتخمر حتى الفوليوم يولي دوبل، ووقتها نبدو نخدموا في الكسرات متاعنا. وهذه عجينتنا حاضرة باش نقسموها ديبول. بالنسبة لي قسمتها على 6، وانتم تنجموا تعملوا حتى أكثر، حتى 8 يكونوا متوسطات. عملت 6 معناتها خبزة كبيرة باهية، وكهو باش نحطهم. ندهن يدي قبل بشوية زيت باش ما تلصقش معايا الخبزة الأولى كما قاعدين تشوفوا، خليتها كما هي، شدت شوية في يدي. ادهنوا يديكم بشوية زيت وشكلوا الكويرات ما يلصق فيها حد شيء بإذن الله، ونحطوهم في السميدية ونغطوهم ونخلوهم زاد كيف حكاية درجين أخرين ربع ساعة باش يزيدوا درجين من معناتها ما نكثروش، هكا ترتاح شوية وينتفخوا ونبدو نخدموا على رواحنا.
هذوما لي بول متاعنا حاضرين منفوخين خفاف. الخميرة ما شاء الله تفاعلت بالباهي. توا باش نشكلهم معناتها نحضرهم مخبيزات ونطيبوهم في الغناء. حولتهم على بابي كويسون معناتها لقيتهم معناتها باش يحافظوا على الشكل وعادي حتى كان يخدموهم بيدينا راهو عادي جدا ولا نهزوهم بيدينا عادي. حاسين واني باش نحطهم في البابي كويسون حتىش اللي يسخن الغناي ونبدأ نخدمه. اللي طون اللي يسخن فيه الغناي هما يزيدوا يتفاعلوا. ما شاء الله ما شاء الله خفاف ريشة ما شاء الله. السويدية راهي ثقيلة ولكن كي تخدموها بالباهي تعجنوا بالباهي تعطوها حقها بالباهي ما شاء الله تجيكم عجينة معناتها روعة. هذوما الخبيزات شوفوا ملي حطيتهم رسموا يتفاعلوا. شفتوا الفقاعات بتاع الخميرة اللي خارجين وهذا الغناية متاعنا قاعد يسخن. خبيزاتنا كيف كيف معناتها تطيب الخبزة الأولى معناتها ونعطوا الوقت للخبيزات الأخرى باش يغطوهم الحصيل وهم هكاك يغطوهم ونبدو نطيبوا الخبيزات متاعنا. الغناية قبل نخدم بيه دهنته بالزيت معناتها بالباهي. مش توا معناتها وقت بديت نخدم أما قبل بنهار دهنته بالزيت وشرب الكمية متاع الزيت هذاك وعاودت دهنته دهنة أخرى. هكا مخي قال لي أني اللي نعرفه قبل توسكي فخار يتنفخ في الماء. وإن شاء الله تسامحني واحدة من الأخوات سألتني مسكينة وقالت لي كيفاش نعمل. قلت لها راني اللي نعرفه كل ما هو معناتها فخار يتحط في الماء بيت ليلة كاملة وبعد نبدو نخدمو فيه تقريبا. والله أعلم الغناية مش كيما الأخرين. مسكينة إن شاء الله تسامحني الغناية متاعها معناتها قالت لي مشى سقص متكسر لها وهي مسكينة معناتها مسافرة بيه من تونس. إن شاء الله تسامحني المسيل واتعظت وهكا مخي كما قلت لكم قال لي دهني بالزيت. دهنت النهار الأول بالزيت عاودت لزاد النهار اللي طيبت الكسرات زاد كيف قبل بوقت بشوية زيت. سخنت معناتها وقت اللي حطيتها على النار سخنت معناتها واحدة ما قويتش عليه الغاز خليته يسخن على مهلة. الراجل اللي شريت منه الغناي معناتها بعد ما معناتها كلمتني الأخت سألته قلت له نمسه بالمية ولا ممساش قال لي فات اتونسيون حتى قطرة واحدة قال لي راهو يمشي. معناتها كي تحطوه على سطح العمل ولا اللي هو ما يتحطش على بلاصة مبلولة. هو ما تبلوه زاد كيف الغاز ماهيش مبلولة والبنات معناتها كان عندكم فكرة ميسالش معناتها راني ما عنديش بيه خبرة. أنا سيست مع روحي وما شاء الله معناتها ما جرى لحد شيء. واللي عندها فكرة على الغناية زاد ميسالش حتى كيف تعطونا فكرة من عندكم معناتها معلومة زايدة للأخوات اللي عندهم غناية وليا وللناس الكل. هنا حاجة وحويجة نتشاركوا الأفكار. وهذا مخبيزاتنا حاضرين نودكم مشاهيكم جو خفاف وطريين ما شاء الله كل شيء على عينكم. نودكم مشاهيكم ولايك وسبسكرايب للقناة. شكرا على المتابعة دمتم في حفظ الله. ولا ظل له بل كان